سلام، كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه الى عيتم الطياب ديال الدجاج بنفس الطريقه كل مره. اليوم غنشوفوا المطبخ الايطالي بواحد الوصفه اللي جاينا من توسكان، اللي هي الدجاج على الطريقه التوسكانيه. سهل. في اناء واحد ممكن تحضروا على الطبق اللي ممكن يكون وجبه عشاء او وجبه غداء مثاليه. المكونات غتكون كالتالي: غنستخدم كيلوغرام من صدور ديال الدجاج، ممكن تستخدموا نصف كيلوغرام على حسب الافراد ديال العائله. بالنسبه للخضر المرافقه غتكون عندي 2 ديال البصلات بيضين، 2 ديال الحبات ديال الفلفل الاحمر، الكزبر مفروم اللي غنقوم بالفرم ديالو من بعد، 5 ديال الفصوص ديال الثوم، وعندي الطوماط سوغيز غنستخدم منها واحد المقدار ديال 200 غرام. هاي واحد الوحده طاحت في الملحه، ماشي مشكل، غير بغيت نبين لكم النوعيه ديالها كيفاش دايره. هذا هو الوقت ديالها موجوده بزاف. غنستخدم توابل مع 100 غرام من الدقيق اللي غندير فيها هاد الصدور ديال الدجاج. غيكون عندي نصف ملعقه شاي من البابريكا، من الثوم المجفف، من الابزار الابيض، وملعقه شاي من الملح. وهنايا التوابل اللي غنستخدمها مع الخضر اللي غتكون هي الملح، غتكون البازيليك المجفف، الزعتر المجفف، الابزار الابيض والبابريكا. غيكون عندي من هاد جميع العناصر ملعقه شاي. بالنسبه للقشده الطريه من الاصل الحيواني غنستخدم منها ما يعادل 180 مليلتر. المكون اللي غيكريم لينا هاد لاصوص ديال الدجاج هو الجبن. هو المعروف اننا كنستخدموا البارميزون، مي انا استخدمت البيكورينو اللي هو عنده نفس القوام، اللي هو ما كيعطينيش واحد المطاطيه لداك الشيء اللي حنايا كنستخدموا معودين عليه بحال الموتزاريلا، ولكن هو كيكريمي ليا لاصوص. اخر شيء نسيتو في المقادير هو 2 ديال البيضات اللي غنغطسوا فيهم صدور ديال الدجاج قبل ما نقوموا القل ديالهم في القليه من الزيت. غناخد الدقيق، غتحتاجوا تقريبا واحد 100 غرام 150 غرام ماكسيموم 200، يعني بلاش انكم تضيعوا الدقيق غير هكذاك. غتزيدوا عليه التوابل كما قلت لي، غتكون هي غير الابزار الابيض اللي هي الثوم المجفف، البابريكا والملح، كلهم غتكون تقريبا منهم نصف ملعقه شاي. غناخد صدور ديال الدجاج، اول شيء غندوزها في البيض، من بعد غندوزها في الدقيق وغنديرها فوق واحد المقلاة اللي تكون سخونه مزيان، فوق واحد النار اللي هي عاليه. هنا شنو اللي كنحاول نديرو، اننا هاد الدجاج كنحاول ما امكن ان ديك الجوسينس، هذيك العصاره اللي كاينه فيه تبقى فيه. يعني كنديروا ليه سيرين، كنغطيوه، كنخليو انه ما يكونش عنده امكانيه فين هذاك الماء اللي كاين فيه ولا العصاره ديالو ما تخرجش منه. كاين الاشخاص اللي ما كيستخدموش البيض، كيستخدموا غير الدقيق بوحدو. هي تقنيه من التقنيات، كتبقى حتى هي تقنيه ممكن نستخدموها في الاعداد ديال الدجاج، وكنبقى على نفس المنوال حتى كنكمل الكميه كامله. وكتكون المقلاة حدايا سخونه، كندير تقريبا واحد 2 ديال المعالق ديال المائده ديال زيت الزيتون البكر، ممكن تستخدموا زيت نباتيه ماشي مشكل. وكنحطهم خاص المقله كما قلت تكون سخونه، غير نحطهم يطرى ليهم واحد ليفيد سيرين، وانني بحال كنسد هذاك الجلده ديالهم، ما كنخليش هذيك العصاره كما قلت مسبقا انها تخرج. غتلاحظوا بان ملي غنقوموا بالقل ديالهم بهذا الشكل ما غاديش يكون عندي واحد الماء خارج، حيت الاغلبيه ديال الناس كيجيهم الصدر ديال الدجاج ناشف بسبب ان العمليه ديال القليه ديال الدجاج ما كتكونش بالطريقه الصحيحه، ولا ميم حتى المقلات بارفو ما كتكونش هي المقلات المناسبه لهاد العمليه ديال الاستواء ديال الدجاج ولا طهي ديال الدجاج. كنقلبهم تقريبا واحد 3 ديال المرات على كلتا الجهتين حتى نتاكد من انهم تحمروا من جميع الجوانب، وكنقوم بالازاله ديالهم من المقلاه. هاد الزيت كنحتفظ به من بعد ما زولتهم، كما كيبان لكم هما هادو كيفاش دايرين. من بعد ما زولتهم هاد الزيت كنحتفظ به، غنضيفو للاناء اللي انايا غنحضر فيه هاد الطبق ديال الدجاج. علاش غنضيفو؟ حيت هاد الزيت كيكون فيه واحد النكهه، وزيت الزيتون يعني ما كاينش زيت واحد اخر، زيت زيتون البكر، وفيه النكهه ديال الدجاج. اول شيء كنقطع البصل النصف ديال الدوائر بهذا الشكل. نفس الشيء كنديرو بالنسبه للفلفل، كنقوم بالاضافه ديال البصل. ثاني مكون كنقوم بالاضافه ديالو هو الثوم. هنا ما غاديش نحكو،
هنايا غنقطعو. ما بغيتش ان النكهه ديالو تكون طاغيه. قلت لكم في فيديو مسبقا ان طريقه التقطيع ديال الثوم كتلعب دور في واش النكهه ديالو غتكون برونونسي، غتكون باينه ولا ما غاديش تكون باينه. يعني الحك ديالو ماشي هو التقطيع ديالو، ماشي هو نخليه صاين، ماشي هو نخليه بالخطا ديالو. غنضيفو، غنخليه هذا الشيء على نار هادئه حتى يتقلى ليا مزيان. وغنشد الفلفل، غنحيد هذيك النبته ديالو، غنحيد هذوك الاطراف اللي كتكون بايدين والزريعه اللي كاينه من الداخل. ومني غنحس بان البصله نزلات ليا واحد شويه هي والثوم، وغنقوم بالاضافه ديال الفلفل، وغنخلي الكل جيدا يتقلى بدون الاضافه ديال اي توابل في هذه المرحله. كنخليو كل شيء يتقلى واحد المده تقريبا ديال واحد 8 ديال الدقائق على نار اللي هي متوسطه. من بعد غنقوم بالاضافه ديال الطوماط سوريز. مني كنحس بان الطماطم بدات كتنزل في الاناء في المقلاة، غنقوم بالاضافه ديال التوابل. غنخلط الكل جيدا. التوابل غالبا انا كنضيفها في الاخر ديال الاعداد ديال اي طبق، كتكون مازال باقا غتحتفظ ليا. كاين توابل بارفو اللي كنضيفهم في الديبار، ولكن هنايا كنضيفهم في الاخر باش يعطيو داك النكهه ديالهم وتكون برونونسي. كنضيف صدور ديال الدجاج والكريمه. الكريمه ممكن تبدلوها، ممكن تستغناو عليها، ممكن تستخدموا غير الحليب مع واحد 2 معالق ديال النشا، نفس كميه الحليب نفس كميه القشده الطريه، ولكن تستخدموا فيها واحد 2 معالق ديال النشا اللي غيخدروا لكم هاد لاصوص. اللي هو معروف في الطبق ديال الدجاج على الطريقه التوسكانيه هي الاضافه ديال السبانخ. انا ما كانتش عندي، ممكن تعوضوها بالقزبر على هاد الطريقه. كنقطعوه وكنضيفوه في الاخر ديال الطبق. كنخلي هادشي كنغطيه وكنخليه واحد تقريبا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق بين ما هذاك صدور ديال الدجاج كملات الاستواء ديالها في هذاك البخار ديال الصوص. وهنايا غنقوم بالبشر ديال الجبن. علاش هذا الجبن؟ ماشي الجبن الموتزاريلا ولا الادام ولا الشيدار، حيت هذا الجبن اللي هو ما كيعطينيش واحد المطاطيه لداكشي اللي كنضيفو عليه، ولكن كيكريمي، كيعطي واحد لا تيكستور اللي هي كريموز لاي صوص ولا اي حاجه اللي حنايا كنضيفو عليها الانواع ديال الفرomاج. هو فرomاج اللي كيكون معتق، يعني تقريبا اكثر من عام ونصف ولا عامين ديال التخمير. داكشي علاش الثمن ديالو كيكون غالي. هذا الثمن ديالو واصل 30 درهم ل 100 غرام، البارميزون 50 درهم ل 100 غرام. يعني نتوما اختاروا اي واحد مناسبكم على حسب القدره الشرائيه ديالكم واستخدموه في هذا الطبق. هنا من بعد ما ضفت الجبن المبشور كنخليه كنسد عليه واحد المده ديال 2 ديال الدقائق غير بين ما داب وخا تسر ليا هذيك لاصوص. وكنطفي الموقد وكنقدم الطبق في نفس الاناء اللي هو طيبت فيه الدجاج. كما كتشوفوا لاصوص ديالو خاطره ملبيه، وهذا طريقه رائعه للاعداد ديال الدجاج مختلفه على الطرق اللي حنايا معودين عليها ديما. طريقه سهله، ان بلا غاسترونومي كما قلت، اللي ممكن تشوفوه غير في المطاعم الايطاليه، ولكن انا جبت لكم اليوم حتى عندكم بطريقه سهله ومبسطه واي واحد غتعجبو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم. اللي كيشاهدني اول مره كانت معكم مريم في القناه، يفعل زر ديال الجرس واشترك، ونقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله عما قريب.